بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس الخامس عشر من دروس كتاب تيسير أحكام التجويد للشيخ يحيى بن عبد الرزاق الغوثاني حفظه الله تعالى، ضمن مقرأة أهل الله الإلكترونية في الشمال السوري بعنوان المد اللازم. المد اللازم هو ختام أنواع المدود كلها إن شاء الله تعالى، وهو آخر نوع من أنواع المد الفرعي. والمد قلنا أنه أصلي وفرعي، والفرعي له سببان، إما سكون وإما همز، وآخر أنواع المد بسبب السكون هو المد اللازم. المد اللازم هو أكثر مدود تعقيدا وأكثرها تفصيلا وشرحا، لذا يحتاج بعض من التركيز للإحاطة بجميع معلوماته إن شاء الله تعالى. المد اللازم، التعريف الذي أمامنا هو تعريف عام أو تعريف مجمل للمد اللازم وماهيته، ولكن المد اللازم له أنواع عديدة، كل نوع منها له تعريف خاص سنتطرق إليه إن شاء الله تعالى. المد اللازم وبتعريفه العام هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم في حالة الوصل والوقف. وهذا المعنى العام، أن يأتي حرف المد ألف أو واو أو ياء وبعده سكون لازم. وما معنى سكون لازم؟ هنا هي جزئية مهمة لتفريقه عن المد العارض للسكون. ونحن مر معنا في الدروس الماضية المد العارض للسكون، وقلنا سمي عارضا لأن السكون هنا هي عارضة وليست أصلية، عرضت بسبب الوقف، لأننا وقفنا وضعنا السكون، لولا الوقوف لما وجدت السكون. أما هنا في المد اللازم فسكونه سكون لازم في حالة الوصل والوقف، أي أصلي، سكون أصلي في حالة الوصل وفي حالة الوقف، كقوله تعالى دابة. والسكون هنا غير واضحة، سنشرحها في أنواع المد اللازم إن شاء الله تعالى. أنواعه يقسم مد اللازم إلى قسمين رئيسيين، وهما كلمي وحرفي. كلمي أي ضمن الكلمات، وحرفي أي يأتي مع الأحرف. وكل من الكلم والحرف يقسم إلى مخفف ومثقل، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. المد اللازم المثقل الكلمي، عندنا مد كلمي ومد حرفي، وكلاهما لازم. عندنا لازم كلمي، لازم حرفي، وتحتهما مخفف ومثقل. عندنا أصبح لازم كلمي مثقل، لازم كلمي مخفف، لازم حرفي مثقل، لازم حرفي مخفف. هذه الأنواع الأربعة. أول مد وهو المد اللازم المثقل الكلمي. ينبغي ذكر الثلاثة لتفريق أنواع مد اللازم عن بعضها. هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مدغم، حرف ساكن مدغم، وهذه جزئية مهمة. قلنا أنواع المد اللازم كلها أن يأتي بعد حرف المد ساكن، ولكن تفصيل هذا الساكن هو الذي يفرق بين أنواع المد اللازم كلها إن شاء الله. ساكن مدغم، ما معنى ساكن مدغم؟ إذا لاحظنا هنا في الأمثلة حرف المد الألف مثلا في كلمة الصاخة وبعده خاء مشددة، وفي اللفظ العربي أي حرف مشدد فلفظه حرفين، ينطق كحرفين. الخاء خاء مشددة مفتوحة، أي أن الخاء هنا خاءين، خاء ساكنة وخاء مفتوحة. الصاخة فهنا أنا بطبيعة الحال أنطق خاءين، خاء ساكنة وخاء مفتوحة، أدغما ببعضهما فوضعت الشدة فوقهما، فهذا معنى ساكن مدغم. ساكن مدغم أي أنه مشدد، والمشدد أصله حرفان، حرف ساكن وآخر متحرك، كقوله تعالى أتحاجوني. هذه الكلمة فيها مدان، مدان لازمان. الأول عند الجيم حرف المد الألف وبعده جيم مشددة،
والمشدد في أصله حرفان، حرف ساكن والثاني متحرك. النون أيضا حرف المد الواو وبعده نون مشددة مكسورة، والمشدد هو حرف ساكن، الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا معنى أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مدغم، كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كقوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا الساكن المدغم أي الحرف المشدد. بالمختصر المد اللازم المخفف الكلمي، علمنا أن الكلمي معنى الكلمات. المخفف والمثقل الفرق بينهما هو وجود الشدة كما سيأتي، هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن، وفي بعض النسخ ساكن غير مدغم، ساكن غير مدغم لتفريقه عن المد المثقل. إذن ساكن غير مدغم، نحو قوله تعالى وفي المثال توضح إن شاء الله الآن، نلاحظ حرف المد الألف وبعده لام ساكنة، وهذه اللام الساكنة غير مشددة، ومعنى غير مشددة أي أنها غير مدغمة، يعني ما عندي لامين واحدة ساكنة والثانية متحركة فجعلناها شدة، لا، هي لام ساكنة فقط الآن. وهذا النوع نسميه مخفف. لماذا مخفف؟ لعدم وجود التشديد، لعدم وجود الإدغام بين حرفين ولعدم وجود التشديد. وله مثالان في القرآن الكريم لكلمة الآن فقط، مثالان في سورة يونس الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت. نفرق بينهما، عندنا مد لازم مثقل كلمي، مد لازم مخفف كلمي، كلاهما في الكلمات، الكلمي في الكلمات. أما المثقل يأتي بعد حرف المد ساكن مدغم أي مشدد، أما المخفف يأتي بعد حرف المد ساكن فقط أو ساكن غير مدغم. وله مثالان في القرآن الكريم الآن وقد كنتم به تستعجلون الآن وقد عصيت. أما اللازم المثقل كلمي فأمثلته كثيرة. سنكتفي بذكر النوعين الأوليين إن شاء الله، النوعين نوعي الكلمي، ونؤجل النوعي الحرفي إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن المد اللازم بالشكل العام هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن، وهذا الساكن على أنواع، هذا الساكن على أنواع، إما أن يكون بالكلمة في الكلمات وإما أن يكون حرفي في الحروف، وكل منهما له قسمان مخفف ومثقل. المثقل قلنا هو متعلق بالشدة، متعلق بالشدة، فعند وجود الشدة تسمى ساكن مدغم فيصبح المد مثقل كلمي، وعند عدم وجود الشدة أو عدم وجود الحرف المدغم بما بعده فهنا يصبح المد مد مخفف كلمي. وكلاهما وكل أنواع المد اللازم تمد بمقدار 6 حركات، وسمي لازما للزوم مده 6 حركات. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين.